الكتالان يدحرون الأندلسيين في معركة كانوا الأندلسيين الطرف الأفضل بها، حيث حسمت المواجهة بركلات الترجيح التي كان بطلها تير شتيغن الذي أبدع بالذود عن مرماه طوال اللقاء، والذي قد كان مفتاح التأهل إلى النهائي المنتظر ما بين الغريمين التقليديين في إسبانيا حيث الميرينجي والبلاوغرانا، في مباراة ستكون الأهم بالنسبة لكلا المدربين، حيث يريد كارلو مصالحة الجمهور بلقب ما بعد آخر النتائج، وحيث يريد تشافي تحقيق اللقب الأول للكتالان أمام الغريم ليخفف من صدمة الجماهير الكتالونية من خروج الفريق من دور الأبطال. وبالمختصر ستكون مباراة حامية الوطيس، لذلك كونوا على الموعد لنتكلم سريعا عن مباراة اليوم. هيا بنا. ليفا أبدع، بيدري أمتع، وديمبلي كالعادة الجميع أقنع، وأروخو كان هو البطل المقنع الذي أنقذ الفريق من هدف محقق في ظل خروج شتيغن. ولكي لا نبخس حق روبرتو سنذكره الآن تقديرا لموقفه، الرجل الذي أنقذ الفريق من موقف خطير بتمركز رائع يستحق الثناء والإطراء مني وبكل جدارة. شكرا روبرتو، شكرا أروخو، شكرا شتيغن، ثم شكرا للجميع ما عدا رافينها الذي تسبب في إضاعة فرصتين سانحتين، الأولى في تسديدة طائشة والثانية بتمريرة سخيفة في موقف سانح. لا أعلم ما سبب تراجع مستواه، ولكنني كعاشق للفريق الكتالوني أتمنى أن لا أراه أساسيا مجددا حفاظا على سلامة العقلية. كان معكم عبد الله تيوبر، مع السلامة.